وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. باين ان انا وشي منفخ وان انا لسه صاحيه، واول ما صحيت طقت في دماغي ان انا اعمل شمع معطر دلوقتي. قلت بالمره اوريكم الطريقه بتتعمل ازاي، لان هو سهل جدا جدا جدا. فيلا بينا. اهم حاجه في الموضوع ده كله الميزان، كل حاجه بتمشي بالظبط. الكوبايه الستانلس دي بجيب كوبايه علشان اقيس فيها بالظبط. دي فيها المكسرات باقي الشمع، بستخدمهم في الاخر، هقولهم لكم في فيديو تاني مش في نفس الفيديو. ده الشمع، انا بستخدم الاتنين دول، اموك والنخيل، واحد عشان العطور وواحد عشان الثبات. اهي حطيتها هنا تسخن على السخان، ما بيتحطش على النار. وادي دول 25 جرام، هنحط 25 جرام تاني من الشمع التاني. ودي كمان دول 25 جرام، بس هو ايه تحط كده، بس هو هيسيح بقى. عقبال ما يسيح تعال نطلع قوالب. انا عندي دول 6 قوالب للفواحات، هوريها لكم في فيديو تاني. ودول برضو بستخدمهم في الفواحات، فهوريه لكم الفيديو الجاي، بس دول هيبقوا لوحديهم، هيبقوا فيديو تقريبا ما يعديش دقيقتين. بس كل ده شمع. فهنطلع دلوقتي 3. طلعت البابل الصغير ده، كمان طلعت ده وردة الجوري، كمان طلعت دي. دايما باخد قالب احتياطي بحيث لو بقى شمع كتير. تعالوا ناخد ده كمان. بمناسبة العطور بقى، انا مش عارفة اختار انهي عطر، بس اكتر حاجة بحبها ده. تعالوا ناخد توت، وهختار حاجة من الالوان دي، اختار البينك. ورجعنا ولسه ما صحتش. دلوقتي هي ساحت، نحط معلقة من اللون ده، المعلقة دي بتيجي معايا عامة. نحط معلقة تاني عشان اللون يبقى تقيل. نسيت اقول لكم قبل ما اضيف اللون، كنت حاطه هنا اهي حبه كده عشان ده هيقلب لون ابيض دلوقتي، وهنكمل بقيتها باللون البني. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنقلب كويس علشان اللون اصلا بيندمج بصعوبه. بصوا اعمل ازاي، بصوا. ده بقى ده اللون اللي بيبقى ظاهر من الشمعة وهي بتسيح، بيبقى نازل بيلمع كده، لكن غير كده لما بتتجمد بتبقى لونها بينك ساد عادي. اهي دلوقتي طلعته بره، نقيس درجة الحرارة عشان عند حرارة معينة هبدأ احط العطر. الحرارة لسه بتعلى، هتثبت، وبعد كده بقى نستناها تبدأ تنزل لحد مثلا 70 65 60 بالكتير قوي، واقوم حاطة العطر. بصوا لسه بتعلى عشان هو اصلا سخن. هي بتنقص، هستناها بقى تنزل لحد مثلا 70 وارجع احط العطر، وبعد كده هنصب في القوالب. دلوقتي اهي وصلت لل70، بس نقفل دي ونشيلها، نبدأ نحط العطر وقلب قلب قلب. هي اصلا بصوا ناشفة من ده، لما بتتقلب هتفك دلوقتي، وهنصب بسرعة. دي 1 2 3، ودي حطيت فيها الفتيلة 4، وقلت لكم ان انا بعمل حساب واحدة زيادة، شفتوا؟ عيب عليكم. ودي كفو بالظبط،
الحته اللي في الاخر دي بقى هنسيحها ونصبها هنا على القلب ده كده، نستناهم ينشفوا. طيب ودلوقتي الشمع زمانه نشف يعتبر. هنجيب خلة سنان وهنبدأ نطلعهم واحدة واحدة. تمام، ده القلب اهو. بسم الله. بنشد من هنا كده، نقعد نشد كده الاول عشان تتفك كده، ندوس كده. ايه اللي بقى، بصوا يا جماعه. تمام، دي بقى الحتت الزياده اللي كنت بقول عليها. تمام، دي بنشيلها نحطها في كوبايه. استنى اجيب الكوبايه. كوبايه اهي. تمام، نبدا نشيل بقى الحتت دي كده بالراحه، نحطها هنا كده في الكوبايه. دي اهي، نقوم حاطين هنا كده في قلبه من هنا كده. المهم اهي كده خرجنا. تمام، اللي بعده دي القلب الجوري اهي. نشد برضو كده، زقنها كده. انا وانا بعملها كده بحط صباعي هنا عشان اول ما السن يلمس هنا ما كملش، بس كفايه كده. دي بقى الورده اللي حطيت فيها حته بيضه في الاول وبعد كده كملتها. وانا عامله كده ليه؟ بس شد كده. عرفت حطيت حته بيضه ليه؟ ونقوم عاملها كده. البابل دي بقى اهي، نبدأ نشد من هنا كده، من هنا كده نشدها كده، هنا برضو نفس الكلام. تمام، اهم حاجة نخلي بالنا دي بقى بتاعت العريس والعروسة. انا كنت حاطه لها الفتيله بس دي هنقصرها شويه، كنت حاطه لها جوه القالب اهي. دي كده اهي كانت جوه هنا في الخرم ده. خرمتها اول ما جبتها، رحت خرماها ورحت حاطه الفتيل جوه، لان دي صعب ان انا اقوم عاملاها كده. عملتها كده راس العروسه هتجيب نصين بقى اهي. تمام، يلا بقى نركب الفتيل. في فتيل من النوع ده. تمام، هحطه في البابل عشان هو اصلا بصراحه يتناسب البابل عشان ايه، تقيل كده. ندوس في الاخر طيب الكبسول دي كده.
وكده شمعة البابل جاهزة. بس ودي كمان جاهزة. قلتلكوا عملناها ازاي. وفي من نوع الفتيل الرفيع ده هحطه في الوردة. اي حد عايز حاجات من حاجات الشمع دي يدخل برايفت. هسيب لكم الرقم في صندوق الوصف وهتعرفوا ساعتها توصلوا لي، فكلموني وانا هقول لكم تجيبوا الحاجات دي منين. بس لو من القاهره يعني، عامه لو بره ما اعرفش اماكن بره، هو كل اللي عارفها في القاهره. اخر حاجتين بقى دول عشان صغيرين، فتيله واحده هتكفي. حط هنا كده، مش بتكمل للاخر عشان هنا مفيش مكان اصلا اهي. ودي كمان مش راضيه تركب ليه. هي عامه كانت محتاجه تكون طريه اكتر من كده، بس يعني انا مش هعرف لو طريه ممكن تتكسر، انا بخاف. نشيل بقى الزيادات بتاعتها. انا عايزه اقول لكم ان ريحتهم خطيره بجد. وكده خلصنا الاربع شمعات. دلوقتي هغلفهم. جبت الاكياس ودي بحطها لهم مع الشمع، بحيث ان انت لما تولعي الشمع تكون فوقيها. وكل كيس هيكون فيه واحده مع الشمع. وكمان فايدتها ان هي بتتحط في كيس مع الشمع، ان هي بتحمي الشمع من اي خبطه. ادي 1 2 3 4 5. نجيب الكيس، نحط واحده، نجيب الشمعة كده. تمام. بس وبكده اكون جهزت الشنطة. وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. جاية اقول حاجة في اخر الفيديو، سواء ده او بتوع الفواحات
او بتوع الشمع او بتوع الزينة، كل ده مفيش حاجة ترجعي تستخدميها تاني من غير ما تكون مغسولة. لازم تتغسل، وكمان مش غسلة عادية، لازم تتغسل كويس قوي. تمام. هقولك ابسط حاجة، انا عن نفسي بعد ما اخلص، مش لازم اوريكم الطريقة، مش لازم اعمل لكم فيديو، مش عايز تغلطوا خلاص. بعد كده باخد القالب بعد ما بخلص، خلاص خلصت، باخد القالب احطه في طبق، في جردل، في اي حاجة كبيرة. حطي القالب، حطي ميه سخنة، حطي ملح، حطي خل، وسيبيه يتنقع. طلعيه شوية صابون، تلاقيه نضف. حلو، بسيطة وسهلة. محدش يرجع يستخدم القالب تاني، عشان محدش يقول لي القالب كده بس عشان لسه مستخدم، هيرجع ابيض تاني من جوه زي ما كان في اول الفيديو، وكان ابيض بسبب الخل اللي بنقعه فيه. حلو، باي.